السلام والاحترام أصدقائي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، ويا مرحبا بكم في هذه الدردشة. موضوع اليوم أتى بناء على العديد من الطلبات التي وصلتني منكم في التعليقات، وتحديدا حول موضوع أو مسلسل معين إن صح القول. مسلسل كرتوني مثير للجدل، أنتم تعرفون تماما عن ماذا أتكلم، أليس كذلك؟ شخصيات كرتونية شهيرة، مسلسلات رافقتنا في طفولتنا وما زالت ترافق أطفالنا اليوم. لغط وجدل كبير، رسائل مخفية وتلميحات غريبة، تنبؤات وأحداث وقعت، نظريات المؤامرة وروادها حاضرة وبقوة، والحقيقة لنبحث عنها سويا ولنرى ما الذي تخفيه هذه الشخصيات الكرتونية. وقبل أن نبدأ، هل سمعتم هذا الصوت أو هذه المؤثرات الصوتية المثيرة؟ أم أنكم تحبون هذا النوع من الموسيقى؟ بصراحة نعم، هذه المؤثرات تساعدني كثيرا في صناعة المحتوى، لا بل بعض المقاطع الموسيقية تلهمني لبناء أفكار جديدة. ومصدر الوحيد هنا والذي تسألونني دوما عنه هو Epidemic Sound، واحدة من أكبر المكتبات الموسيقية في عالم صناعة المحتوى، والتي ستجد بها مؤثرات ومقاطع موسيقية ستساعدك كثيرا في المحتوى وجمالية الفيديو وجذب الأنظار والمشاهدات لمقاطعك المميزة. ولا تقلق من دون التعرض لمشكلة حقوق النشر التي تعتبر كابوسا لصناع المحتوى. أكثر من 90,000 من المؤثرات الصوتية والمقاطع الموسيقية السينمائية والاحترافية التي تناسب كل الأجواء والفيديوهات. ولا تخاف من البحث في هذا العدد الكبير، لأنك تستطيع أن تجد ما تريد فقط بذكر الحالة المناسبة للمقطع الذي تعمل عليه. ولكن هذا ليس كل شيء، فبعد الاستعمال الاحترافي لمقاطع إبيديميك في قناتنا هذه، قررت منصة إبيديميك كهدية لجمهورنا أن تقدم 30 يوما مجانيا لتجربة المنصة واستعمال كل المقاطع الموسيقية والمؤثرات الصوتية فيها على فيديوهاتكم التي تودون نشرها على يوتيوب وكل مواقع التواصل الأخرى. وطبعا هذه الفيديوهات ستبقى محمية حتى لو قررتم عدم التجديد بعد انتهاء مهلة 30 يوما المجانية. كل ما عليكم فعله أصدقائي هو أن تضغطوا على الرابط الخاص في وصف الفيديو هنا أو التعليق الأول، وتقوموا بتسجيل حسابكم مجانا ووضع حساباتكم على مواقع التواصل التي ترغبون في نشر فيديوهاتكم عليها. ثم استمتعوا بهذه التجربة المميزة ولنرى إبداعاتكم، ولنبدأ. إذن أصدقائي، في ظل انتشار الجدل حول فيلم باربي الجديد الذي غزا صالات السينما في البلدان الغربية وبعض الدول العربية، وفي ظل اللغط القائم وخصوصا في بلداننا العربية ما بين أنظمة وحكومات ودول ترفض عرض الفيلم لكونه ينافي التقاليد والعادات العربية ويشجع على الشذوذ الجنسي وتفكك الأسرة ويسخف من دور مؤسسة الزواج وأهميتها، ودول أخرى لا ترى ضررا من عرضه. وما بين مؤيد ومعارض، خطرت في بالي فكرة أو موضوع الرسوم المتحركة وما تخفيه، وخصوصا كون الكثير منكم يسأل عن لغز شخصيات معينة أو مسلسل كرتوني معين أنتم تعرفونه جيدا، وسنصل إليه في سياق الحلقة. لذلك ارتأيت أن ندردش اليوم في هذه القضية وأختار بعض الرسوم المتحركة لمعرفة أصلها وتاريخها وحقيقتها وما تخفيه فعلا، ومن ثم سنصل إلى المسلسل الكرتوني الذي تنتظرون كشف لثام حقيقة ما يقال عنه، وخصوصا في موضوع التنبؤات. مستعدون؟ لنبدأ. العديد من الرسوم الكرتونية وشخصياتها رافقتنا في مشوار طفولتنا، وبعضها ما يزال يرافق أطفالنا إلى يومنا هذا، شخصيات اعتدنا مشاهدتها بل وتقليد تصرفاتها في بعض الأحيان، متجاهلين ما يدور حولها من جدل ولغط، خصوصا في موضوع الرسائل التي تحملها. نبدأ أولا مع شخصية توماس ذا ترين، شخصية القطار المحبوب الذي يمر بمغامرات كثيرة مع أصدقائه من القطارات الأخرى. مسلسل أبطاله آلات والوجود البشري يكاد يكون معدوما فيه، ما دفع رواد نظرية المؤامرة إلى طرح بل اعتماد فكرة أن هذا المسلسل وشخصياته يهيئون الأرضية بل ويشجعون فكرة الأتمتة، أي استبدال اليد العاملة البشرية بالمكنات والآلات الأوتوماتيكية، نظرا إلى أن توماس ورفاقه هم الذين يتحكمون في أمورهم ويحلون مشاكلهم وما شابه. من توماس ذا ترين ننتقل إلى الشخصية الوردية المحبوبة من فئة الأطفال تحديدا، بيبا بيج، الخنزيرة الطفلة وعائلتها. المسلسل الشهير محتواه طفولي بامتياز، ولكن لا بد لرواد النظرية أن يجدوا أمرا ما، وهو ما وجدوه في إحدى شخصيات المسلسل المدعوة
ميس رابت، السيدة الأرنب. بحسب هؤلاء فإن هذه الشخصية منذ بداية عرض المسلسل صورت وما زالت تصور ما يسمى بالجيج ايكونومي أو اقتصاد الأعمال المستقلة أو الاقتصاد الاشتراكي وغيرها الكثير من المسميات. هذا الاقتصاد الذي يقوم على أساس الاعتماد على الوظائف المرنة والمستقلة والقيام بأكثر من عمل أو وظيفة في نفس الوقت دون الاعتماد على مصدر دخل شهري ثابت، أي الكسب يكون بمقدار الأعمال المنجزة، وهو تماما ما تقوم به هذه الشخصية التي تقوم بأكثر من وظيفة وعمل بغية الحصول على المال اللازم لضمان حياة كريمة. طبعا هذه الشخصية تهيئ الأطفال للفكر الاشتراكي، وطبعا هذا بحسب وجهة نظر المؤيدين لهذه الفكرة. ننتقل من بيبا بيج إلى مسلسل شهير هو الآخر بدوره، ذا فلينستونز، المسلسل الذي بظاهره تدور أحداثه في العصور القديمة، عصور الديناصورات وسكان الكهوف، إلا أن قليلا من التدقيق في تفاصيل المسلسل الصغيرة قد تصدمكم فعلا. أدوات كثيرة ظهرت في حلقات المسلسل المتتابعة من غير المعقول أن تكون موجودة أو حتى معروفة في ذلك الزمن، بل حتى بيوت الشخصيات لا تمت إلى الكهوف بصلة من ناحية ما هو معروف حول سكان الكهوف، فالمنازل شبيهة بتلك التي نسكنها نحن اليوم، ومصطلح السيارات موجود وإن كان معدلا بطريقة تناسب تلك العصور. كما لوحظ وجود البرادات وأدوات مطبخ حديثة وستائر، بل وحتى ملابس الشخصيات غريبة نوعا ما عن تلك العصور. هذه التفاصيل رجحت وبقوة أن أحداث المسلسل لم تجري في عصور ما قبل التاريخ، بل وقعت بعد نهاية العالم، وشخصيات المسلسل هم الناجون حصرا مما جرى، واستطاعوا إعادة بناء حياتهم مستخدمين المعرفة التي حصدوها قبل نهاية العالم، والديناصورات تمويه فقط لحقيقة زمن المسلسل. طبعا كل هذا بحسب البعض من المتابعين والمدققين في مثل هذه النظريات وما يخفيه منتجو الأفلام والمسلسلات. الشخصيات الصفراء الصغيرة والظريفة المعروفة عالميا باسم The Minions أيضا كان لها نصيب من موضوع الرسائل والتلميحات الخفية. المينيونز المعروفين بعيونهم الزجاجية أو بالعين الزجاجية الواحدة في المنتصف ما هم إلا تجسيد لأحداث تاريخية، وتحديدا لأطفال اليهود الذين كانوا يؤخذون من طرف هتلر وجيشه بغية إجراء تجارب عليهم. فهؤلاء وبحسب الصور الموثقة من تلك الفترة كانوا يجبرون على وضع قبعات معدنية بعيون زجاجية. البعض الآخر ذهب إلى أن المينيونز هم تجسيد للماسونية ولخدمة الشيطان وما شابه، ومن خلال الربط بين أعين المينيونز وأعين الماسونية، وأيضا من خلال فكرة أن المينيونز دائمي البحث عن سيد لهم لاتباع أوامره بغض النظر عن كونه شيطانا أو أي شخصية أخرى، فالطاعة العمياء هي محور تصرفاتهم. طبعا لا يمكن الجزم بصحة الأمر من عدمه، كحال باقي الشخصيات الكرتونية الآنفة الذكر. من المخلوقات الصفراء الصغيرة ننتقل إلى المخلوقات الزرقاء الصغيرة. أعتقد أنكم جميعا عرفتم ما الذي أقصده. نعم أصدقائي، السنافر، المخلوقات الزرقاء الظريفة التي ترعرعن على أصواتهم ومغامراتهم وأضحوا جزءا لا يتجزأ من طفولتنا ومراهقتنا. السنافر الصغيرة وخصمهم الأبدي شرشبيل ليسوا بريئين بحسب رواد نظرية المؤامرة، فقد تنوعت النظريات حول خفايا هذه الشخصيات، منها أن السنافر هم تجسيد للعنصرية ونظرية تفوق الجنس الأبيض، وذلك لأنهم يرتدون قبعات بيضاء شبيهة بتلك التي ترتديها جماعة كوكلوكس كلين الشهيرة المعروفة بعنصريتها الشديدة. أضف إليها أن السنافر يحيون بعضهم برفع الأيدي تماما كما كان النازيون معروفين بنظرية تفوق العرق الآري. ولكن ليست هذه النظرية هي النظرية أو الفرضية الأبرز حول هذه الشخصيات، بل نظرية أو فكرة أخرى غزت مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة صدور كتاب مخصص حول هذه الفكرة. بحسب موقع The Times وThe Medium وغيرهم الكثير، السنافر هم تجسيد للفكر الشيوعي بامتياز، والدلائل كثيرة. فبحسب فيديو انتشر عام 2008 على منصة اليوتيوب، فإن هذه المخلوقات التي ظهرت عام 1958 واستمرت إلى يومنا هذا هي جزء من أدوات الحرب الباردة لغزو عقول الأطفال وإقناعهم بالفكر الشيوعي. كيف؟ لنرى. السنافر يعيشون في قرية واحدة، والفرد يعمل لمصلحة الكل. لا نقود في هذه القرية، الكل يستمع ويخضع لبابا سنفور، السنفور الوحيد الذي بدا عليه عامل الزمن. مؤيدو هذه النظرية ربطوا بين بابا سنفور وكارل ماركس، أحد أبرز رواد الفكر الشيوعي وصاحب الفكر الماركسي أو المدرسة الماركسية الشهيرة. فبابا سنفور يشبه ماركس
ويرتدي قبعة حمراء حصرا، اللون المعروف علاقته بالشيوعية. الجميع يأتمر بأمره، وهو السنفور الذي لديه القوى الخارقة والحلول لكل المشاكل التي يتعرض لها مجتمع السنافر المثالي. المرأة دورها مهمش، فقط سنفورة واحدة موجودة في هذه القرية، الأمر الذي طرح علامات استفهام كثيرة حول تسخيف دور المرأة في المجتمع. أما عدوهم فهو شرشبيل الشهير، الرجل الذي لا يبالي سوى لنفسه وإشباع هوسه ورغباته التي لا تتحقق سوى بالحصول على دماء السنافر الصغار. شرشبيل هذا بحسب رواد النظرية يمثل الرأسمالية بشكلها البشع، إن كان من ناحية نظرة التفوق على الدول النامية والصغيرة أو استغلال الشعوب الفقيرة والمسكينة لتحقيق أهداف الرأسمالية عبر استهلاك مواردهم واستعبادهم وامتصاص دماء هذه الشعوب بتعبير مجازي. هذه النظرية لم تكتفي بهذه الدلائل، بل قامت بتفكيك اسم السنافر باللغة الإنجليزية أي سميرف إلى التالي: Small Men Under Red Forces، أي الرجال الصغار بأمرة القوات الحمراء. هذه النظرية انتشرت انتشار النار في الهشيم لدرجة صدور كتاب عام 2011 بعنوان The Little Blue Book لأكاديمي فرنسي يدعى أنطوان بوينو. هذا الكتاب يفند هذه النظرية ويدعمها، ويتهم صناع السنافر ومبتكريهم بتسميم عقول الأطفال بهذا الفكر بحسب تعبيره. الكاتب تم استضافته في العديد من القنوات التلفزيونية واللقاءات الصحفية لمناقشة كتابه. الكاتب والكتاب تعرضا للكثير من الانتقادات، حيث تم اتهامه بالكذب والتحريض وتدمير الأحلام وتحطيم الطفولة. هذا الأمر أي الكتاب وما يحمله دفع العائلة التي ابتكرت السنافر، عائلة الرسام بيير كاليفورد المعروف باسم بيو، إلى نفي الأمر جملة وتفصيلا على لسان ابنها ثييري كاليفورد الذي استلم رسم السنافر بعد وفاة والده عام 92. العائلة أكدت أن الوالد لم يكن له أي اهتمام بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، والعائلة حذت حظوه في هذا الأمر. والسنافر هي شخصيات كرتونية بحتة ولا تحمل أي رسائل أو تلميحات لأي موضوع كان، وخصوصا خارج النطاق الطفولي. من السنافر ننتقل إلى أعماق البحار، وتحديدا إلى سبونج بوب، الشخصية المحبوبة والتي غزت قلوب الأطفال فضلا عن الملابس والقرطاسية وأدوات الزينة وغيرها. سبونج بوب لم يسلم هو الآخر من فرضيات الرسائل المخفية، فقد تم اتهامه بأنه يروج للماسونية نظرا للحلقة التي ظهرت فيها كائنات المحار وهي ترتدي قبعات باللون الأحمر تتوسطها عين كبيرة، العين الماسونية، ناهيك عن أنهم كانوا يجتمعون في مبنى هرمي الشكل منقوش عليه رسمة العين الواحدة في تشابه كبير مع رمز الماسونية المعروف، طبعا بحسب رواد هذه النظرية. إلا أن ما لفت انتباهي كان مقال على موقع The Daily Record يتحدث عن نظرية قامت إحدى رواد نظريات المؤامرة ببثها عبر فيديو حصد ما يقارب 30 مليون مشاهدة. في هذا الفيديو قامت المرأة المدعوة آشلي، والتي ادعت أنها مختصة في علم النفس وأمراضها، بتفنيد شخصيات المسلسل الأساسية وربطها بأمراض نفسية، مؤكدة أن هذه الشخصيات ترمز إلى هذه الأمراض. فبدأت طبعا بسبونج بوب، جعلة منه يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه المعروف اختصارا ب ADHD. أما شفيق المحار فهو يعاني من الاكتئاب، في حين يمثل مستر سلطع مرضى اضطراب الشخصية النرجسية، وصولا إلى شمشون الذي يمثل بحسب رأيها مرضى اضطراب ثنائي القطب. طبعا هذه النظرية لم تلقى أي رد من صناع المسلسل وبقيت ضمن خانة النظريات والفرضيات لا أكثر. نصل الآن إلى المسلسل الذي ينتظره أغلبكم، المسلسل الذي أثارت أحداثه الكثير من الجدل وأضحى مرجعا بعد كل حدث عالمي ضخم، والسبب التنبؤات الغريبة التي تم تناولها في المسلسل الشهير The Simpsons. المسلسل الكرتوني الشهير والذي بدأ عرضه عام 1989 وما زال مستمرا إلى اليوم حصد جماهيرية عالية، ليس في الولايات المتحدة فحسب بل تعداها إلى أصقاع الأرض كافة. المسلسل كوميدي بامتياز، يناقش القضايا الاجتماعية وأحيانا السياسية بقالب كوميدي بحت، ولكن هذا ليس سبب شهرة المسلسل فحسب، إنما أمر آخر تماما. المسلسل ذا عصيته بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب أمور غريبة ارتبطت ارتباطا مباشرا بحلقاته، أحداث وقعت بالفعل على أرض الواقع كان المسلسل قد تناولها قبل سنوات مضت. بمعنى آخر، المسلسل اشتهر بكون حلقاته حملت تنبؤات لأحداث وقعت بعد عرض الحلقات المقصودة. التنبؤات كثيرة
والوقت ليس كافيا لشرحها كلها، لذلك سأقوم بعرض أبرز التنبؤات، ومن بعدها سنخوض في التفسيرات التي حاولت فك هذا اللغز. أحداث 11 من سبتمبر من العام 2001 والتي استهدفت برجي التجارة العالميين في نيويورك وأوقعت آلاف الضحايا أشهر من نار على علم. ولكن أن يتم تناول هذا الموضوع في إحدى حلقات المسلسل عام 97 هنا تبدأ الغرابة. في هذه الحلقة يظهر كتيب صغير للمدينة يحمل الرقم $9، وفي الخلف يظهر برجي التجارة العالميين واقفين على هيئة الرقم 11. غريب، أليس كذلك؟ ولكن هل من تفسير؟ تذكروا هذا السؤال جيدا، فسنصل إلى الإجابة لاحقا. ننتقل إلى إحدى الحلقات من العام 2000 والتي ورد فيها اسم دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. الكل يعلم أن ترامب أصبح رئيسا عام 2016، أليس كذلك؟ أضف إليها حلقات أخرى تظهر ترامب رئيسا في مكتبه، وأخرى لخريطة توزع أصوات الناخبين قيل أنها مطابقة للحقيقية، ولقطة تظهر ترامب مع العاهل السعودي والرئيس المصري وهم يحيطون بكرة كريستالية وهاجة. الأحداث وقعت في الحقيقة، أما التفسير أيضا حافظوا على تركيزكم فسنصل إليه في سياق الحلقة. ولنكمل. المسلسل في حلقات قديمة من العام 95 أظهر وجود الساعات الرقمية الذكية قبل اختراعها بعشرات الأعوام، وتناول المسلسل قصة هجوم النمر الخاص بسيغفريد وروي، أشهر مؤديين في تاريخ عروض السيرك الأمريكي، على مدربيه. الحادثة وقعت فعلا عام 2003 وكانت السبب في نهاية مسيرتهم الفنية. المفارقة أن المسلسل عرض الحادثة قبل سنوات من وقوعها. أيضا المغنية الشهيرة ليدي غاغا كان لها نصيب من التنبؤات، حيث أظهرها المسلسل وهي تؤدي عرضا في بطولة سوبر بول، إحدى أضخم وأشهر البطولات الرياضية في أمريكا. العرض بنفسه وكما ظهر في المسلسل أدته هذه المغنية بعد سنوات من عرض الحلقة. الجائحة العالمية التي غزت العالم كله، جائحة كورونا، أيضا ارتبطت بالمسلسل وحلقاته، حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلسل فعلا تنبأ بظهور الجائحة قبل سنوات، ما فتح باب نظريات المؤامرة على مصراعيه. وبدأ الأخذ والرد، وأضحى المسلسل إحدى الأدوات التي يتم التلاعب بعقول الناس عبرها وتهيئتهم للأحداث القادمة وما شابه، بل أكثر من هذا. مع كل حدث عالمي تتجه الأنظار مباشرة إلى الحلقات السابقة من المسلسل لتبيان ما إذا تم فعلا التنبؤ بها أم لا. ولكن أصدقائي، ما هي الحقيقة؟ وخصوصا أننا نؤمن قطعا بأن علم الغيب لله تعالى وحده، لنرى. أغلب الأجوبة والتفسيرات أتت على لسان صناع وكتاب المسلسل بأنفسهم، فبحسب ما ورد على العديد من المواقع مثل البي بي سي والCNN وذا كوليدر وغيرها الكثير، فإن صناع المسلسل ينفون موضوع التنبؤات ويضعونها في خانة التكهنات لا أكثر، فهم مطلعون على سير الحياة اليومية ويضعون بحسب قولهم المئات من التكهنات بقالب كوميدي، منها ما يصدق ومنها ما يبقى مجرد خيال في خيال. فمثلا وبحسب أحد الكتاب والمنتجين الرئيسيين للمسلسل A.L. جين منذ بداية صدوره، فإن موضوع أحداث 11 من سبتمبر كان محض صدفة لا أكثر. وبحسب الرجل فإن المشاهدين هم من قاموا بربط الأحداث الحقيقية بأحداث المسلسل، فأضحت $9 هي الرقم 9، وبرجي التجارة العالميين بشكلهم الذي ظهرا به هو الرقم 11، فتم الربط بهذه الطريقة. نصل إلى موضوع ترامب. الجواب أيضا على لسان أهل المسلسل. ترامب منذ العام 2000 بل وقبله كان يتحدث في لقاءاته عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة الأمريكية، فقام صناع المسلسل بطرح الفكرة كنكتة لا أكثر بناء على تصريحات ترامب السابقة. كما أن الموضوع مر في الحلقة المذكورة مرور الكرام كخبر في نشرة الأخبار الخاصة بالمسلسل، حيث أطلق على ترامب اسم الرئيس. أما الحلقة التي تناولت موضوع وجود ترامب في مكتبه الرئاسي وما شابه، فالقليل من التدقيق يظهر أن الحلقة أنتجت وبثت بعد إعلان ترامب ترشحه لمنصب الرئيس رسميا عام 2015 وظهور نتائج الاستطلاعات الأولية التي تظهر تفوق ترامب على منافسيه. إذن الأمر لا يتعدى قليلا من التفكير والتكهن بناء على معطيات واضحة. كذلك الأمر بالنسبة لموضوع خريطة توزع الأصوات. جولة صغيرة على الخرائط الخاصة بهذا الموضوع من الجولات الرئاسية الأمريكية السابقة كفيلة بحل اللغز. أغلب الخرائط متشابهة، فالولايات الأمريكية معروفة التوزع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، والولايات المعروفة بالولايات الحاسمة هي التي تتغير ولا يتجاوز عددها أصابع اليدين.
كما أنه وببساطة الخريطة الحقيقية وخريطة المسلسل ليستا متطابقتين تماما. الصورة الشهيرة للرؤساء أيضا انكشف لغزها. الأمر ببساطة مفبرك. الصورة لم تظهر في حلقات المسلسل القديمة، بل هي من مقطع فيديو صغير انتشر على الفيسبوك بعد زيارة ترامب الشهيرة للسعودية والتقاط الصورة الشهيرة. هذا فيما خص موضوع ترامب. أما الساعات الذكية فيقول صناع المسلسل أن موضوع الساعات الذكية ظهر عام 65 في السلسلة الكوميدية الجاسوسية Get Smart، وعاود الظهور عام 89 في الفيلم الشهير Back to the Future Part 2. إذن هم بالتأكيد على اطلاع على هذه المسلسلات والأفلام، وقاموا باستنباط الفكرة من هناك لا أكثر. يكمل الكاتب جين بشرح الصدف الغريبة فيقول أنه فيما يخص موضوع هجوم النمر الشهير، فهم ككتاب كانوا يتناولون الأمر كمسحة، من ناحية أن النمر ضاق ذرعا من استخدامه كل هذه السنوات في العروض الكثيرة، وقرر الانتقام لنفسه فهاجم مدربيه. أيضا الأمر تكهن ضمن سير الأحداث لا أكثر. حفل المغنية الشهيرة ليدي غاغا يحمل قصة أخرى. الكاتب يقول أن الحلقة بالفعل عرضت قبل الحفل الحقيقي، وقد قاموا بكتابة الحلقة بحسب نمط حياة المغنية وعروضها السابقة، والمغنية قامت بالاطلاع على الحلقة واستنسخت الحفل الكرتوني وطبقته على أرض الواقع. طبعا الكلام لأهل المسلسل وصناعه. موضوع كورونا مختلف. القليل من البحث يظهر أن الصورة التي انتشرت على أنها تابعة للمسلسل وفيها اسم كورونا فيروس يتصدر نشرة الأخبار مفبركة لا أكثر. الحلقة المقصودة لم تأتي على ذكر فيروس كورونا من الأساس. الحلقة بالفعل تكلمت عن فيروس يضرب المدينة ويصيب المئات من سكانها، ولكنه فيروس عادي ولم يتم ذكر كورونا. كما أن المسلسل لم يتحدث عن انتشار الفيروس عالميا وملايين الضحايا التي وقعت بسببه. أضف إلى أن موضوع الأوبئة ليس بالأمر الجديد على البرامج التلفزيونية، فالمختصين والباحثين والدارسين دائمي الحديث عن خطورة الأوبئة وبالأخص الجديدة منها، والفيديوهات بهذا الخصوص كثيرة ومنتشرة على المنصات كافة وفي متناول الجميع. إذن وبحسب أهل الاختصاص وصناع المسلسل أنفسهم، هم لا يتنبؤون بالمستقبل ولا يوجهون رسائل خفية. الأمر كله تكهنات والقليل من دراسة أسلوب الحياة للشخصيات المتناولة والكثير من النكت والتهكم لا أكثر. ومع هذا الكثير من متابعي المسلسل وجمهوره ما زالوا على اعتقادهم التام بأن المسلسل يتنبأ بالمستقبل ويحمل رسائل خفية من القوى العظمى ورجال الظل. وأنتم أصدقائي اكتبوا لي في التعليقات بكل صراحة ما رأيكم؟ إذن أصدقائي، هذه كانت دردشتنا اليوم حول الشخصيات الكرتونية وخفاياها. شخصيات رسخت في عقولنا وعقول أطفالنا من بعدنا، شخصيات دارت حولها الكثير من الشبهات ووسمت بالعديد من الصفات كما ذكرنا، بل وبعضها أضحى مرجعا للمعتقدين بالتنبؤات وما شابه ذلك كحال مسلسل سيمبسونز الشهير، وبعضها الآخر اتهم بأنه يمرر رسائل مبطنة ومخفية تعبث بعقول الأجيال الصاعدة والفئات المستهدفة. طبعا موضوع الرسائل المبطنة أو subliminal messages إن كانت في المسلسلات الكرتونية أو الأغاني أو الإعلانات بمختلف تصنيفاتها موضوع متشعب الأطراف يطول الحديث فيه، وسيكون له حتما نصيب من حلقاتنا القادمة بإذن الله لأهداف عدة، أبرزها تسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير. فالرسائل المبطنة والخفية موجودة رغم الجدل الكبير حولها، والمصيبة أن أغلب هذه الرسائل تستهدف الفئات العمرية الصغيرة ما بين أطفال ومراهقين. البعض ومن ضمنهم أنا وبحسب رأيي الشخصي أرى أن هذه الرسائل أثرها أخطر من المخدرات بحد ذاتها من ناحية تشويش عقول الأطفال والمراهقين وترسيخ قيم وعادات في عقولهم شاذة وغريبة عن عاداتنا وقيمنا التي نفتخر بطبيعة الحال بها. خطرها الأكبر يكمن في كونها غير مرئية أو مسموعة وتعمل على غسل الأدمغة إن أمكن القول على المدى الطويل وبطريقة ناعمة وخفية عن أعين الأهل والمراقبين. طبعا قد يكون الأمر صحيحا من جهة ومبالغا فيه من جهة أخرى، ولكن علينا نحن بجميع الأحوال مراقبة ما يشاهده ويستمع إليه أطفالنا بشكل دوري، وبالأخص مع ما نشهده في الوقت الحالي من هجمة شرسة على مجتمعاتنا بالخصوص بغرض الترويج لفكرة لن أقول المثلية الجنسية بل الشذوذ الجنسي وملحقاتها المرفوضة رفضا قاطعا، ليس من قبل مجتمعاتنا فحسب بل من العقل البشري الواعي ككل. أما نحن وكما جرت العادة سنقوم بتسليط الضوء على أي موضوع نراه أو نعتقد أنه يمس مجتمعاتنا بأي شكل كان لغرض التنبيه والتوعية. ولا تنسوا أصدقائي
اذهبوا إلى موقع إبيديميك واستمتعوا بالتجربة المجانية الحصرية فقط عبر الرابط في الوصف والتعليق الأول، وأخرجوا الإبداع في داخلكم. وإلى أن نلتقي في دردشة جديدة، ابقوا أصدقائي في أمان، والسلام.